ايه رايك في اداء الاهلي؟ هل انت راضي؟ يعني انت راضي عن الاداء اللي احنا اتفرجنا عليه النهارده؟ راضي عن شكل الفرقه؟ راضي عن خط الدفاع؟ راضي عن خط النص؟ راضي عن خط الهجوم؟ راضي عن اي حاجه؟ في اي حاجه انت شفتها النهارده راضي عنها؟ هنتكلم انا بس يعني عشان قبل ما انساها، لان دي من الشوط الاول. يعني دي من الشوط الاول، من اول 5 دقايق في الشوط الاول. اول 5 دقايق في الشوط الاول محمد هاني عمل 3 ميس باص في 5 دقايق. في اول 5 دقايق في الماتش، لو عرفت ترجع تتفرج على الماتش تاني، ارجع اتفرج هتلاقي محمد هاني عمل 3 ميس باص في اول 5 دقايق. فانا مش فاهم، يعني انا مش فاهم هو ايه. طيب هو إيه اللي المفروض؟ يعني هل الواحد طول عمره بيسمع عن لاعب بيتألق قدام الفرق الصغيرة وقدام اللعيبة المحلية، وبيجي في المحافل الدولية وقصاد بقى أندية بجد ولعيبة بجد يبان قدراته، يبان هو عامل ازاي؟ ما عدا محمد هاني، ما عدا محمد هاني. فالموضوع غريب. انا في حياتي ما شفتش لعيب كده، ما شفتش لعيب لعب على فينيسيوس وعمل عليه ماتش، لعب على دوكو وعمل عليه ماتش، لعب على نجوم كتير قوي قوي في اوروبا وعمل عليهم ماتش، ومش عارف يعمل ماتش حلو واحد افتكره له في الدوري المصري. موضوع غريب، بجد الموضوع غريب. طيب بن شرقي هو الاهلي حاليا. الاهلي هو بن شرقي، بن شرقي هو الاهلي بس. وعايز اقول لك ان بن شرقي بالمستوى ده، هو ده مثلا والله العظيم 25 او 35% من مستوى بن شرقي بتاع المغرب، وبن شرقي بتاع الزمالك، وبن شرقي اللي كان خرجنا من دوري ابطال افريقيا. يعني اداء بن شرقي ده اللي احنا شايفينه دلوقتي، اللي هو بقاله ماتشين بياخد مان اوف ذا ماتش عليه، هو ما جابش 50% من مستواه بتاع قبل كده. طيب انا بن شرقي بالنسبه لي لاعب مظلوم. ليه؟ لان بن شرقي من ساعه ما جه الاهلي ما لعبش معاه باك ليفت. يا عم ده لعب معاه كوكا، ولعب معاه مش عارف بالعمري، ولعب معاه، مفيش ولا باك ليفت فيهم يعرف يطلع الحاجه الحلوه اللي في بن شرقي. بن شرقي ده لو لعب سنه مع معلول 2019 ومعلول 2020 ومعلول 2021 ومعلول 2022، قسما بالله قسما بالله كنت هتلاقي ارقام بن شرقي دي اضربها في 10. كنت هتلاقي، بص اقول لك حاجه، كان بن شرقي ممكن يوصل لتكامل يخليه يلعب في منتخب المغرب اساسي عادي. منتخب المغرب اللي هو كله لعيبه بتلعب في التوب 5 ليجز، كنت هتلاقي بن شرقي ممكن عادي جدا تلاقيه بيلعب اساسي فيه. اللي هو ومعلول كان يعملوه. يا جماعه معلول كان بيطلع كرة من جونيور اجاييه. كده كده جونيور اجاييه ده عمي، انا كنت بعشقه وما ينفعش اغلط فيه لان ابويا بيحبه اكتر مني. يعني انت لو سالت ابويا انت بتحب احمد ابنك اكتر ولا بتحب جونيور اجاييه، هيختار جونيور اجاييه وش. ابويا بيعشقه، يعني ابويا بيعشقه. يوم رحيل جونيور اجاييه عن الاهلي ده كان عزا بجد في البيت عندنا يعني. فكده كده ده عمي، ما اقدرش اغلط فيه، بس كان بطيء قوي وكان حركته تقيله وكان تفكيره كتير، بس كان حريف قوي. علي معلول كان عامل معاه جبهه. انا عايزك بقى تتخيل علي معلول في البيك بتاعه لو كان بيلعب هو وبن شرقي مع بعض. فبن شرقي اللي احنا شايفينه، اللي احنا بقالنا ماتشين بياخد مان اوف ذا ماتش، وماتشين الراجل بجد بيحاول فيهم، واي خطوره انت بتصنعها او اي حاجه بتلاقيها دايما من عند بن شرقي. ف... فده ما يجيش 50% من اداء بن شرقي. مروان عطيه ثبات على المستوى غير طبيعي، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب. عايزين نمسك حاجه خشب. ما شاء الله ربنا يحفظه. مش عايزين يعني نتكلم عنه كتير. هو الراجل ما شاء الله عليه عارف هو بيعمل ايه، ماشي بشكل ثابت، بمستوى ثابت. في اوحش ماتشات الاهلي السنه اللي فاتت تلاقي مروان عطيه طالع منها هو نجم الماتش. كاس العالم مع منتخب مصر، مروان عطيه كل الماتشات اداء ثابت. النهارده مع الاهلي تاني ماتش في الدوري، وقبلهم الماتش الودي بتاع برشلونه، هو الراجل اداؤه ثابت. الراجل عارف هو بيعمل ايه، ما شاء الله عليه. بجد ابجريد جامد قوي في نص ملعب الاهلي عن مثلا حمدي فتحي. والحمد لله، انا بالنسبه لي قرار ان عدم عوده حمدي فتحي ده، كان القرار ده هيظلم مروان عطيه كتير قوي. والاثنين ما ينفعش يلعبوا مع بعض.
وانت كنت هترجع حمدي فتحي بمبلغ وبراتب وبتاع، فكنت هتضطر تلعبه، فده كان هيظلم مروان عطيه. فانا يعني الحمد لله لا، مروان عطيه ابجريد عالي قوي من حمدي فتحي، مش بقلل من حمدي فتحي طبعا. حمدي فتحي قبل ما يسيب الاهلي ويمشي كان يعني حاجه عظيمه، بس انا بشوف مروان عطيه ده ابجريد من حمدي فتحي، وبشوف ان مروان عطيه ده هو احسن نص ملعب في مصر بدون منافس، بدون منافس. فما شاء الله عليه، مش عايزين نتكلم عليه كتير كده، ربنا يحفظه ويخليه زي ما هو. بس يعني انت من غير مروان عطيه النهارده كان هيبقى في كوارث في خط الدفاع. يا جماعه انا على مدار فرجتي على الاهلي ما كنتش اتخيل، ومع احترامي لكل اللعيبه اللي انا هذكر اساميها دي، مع كامل احترامي ليهم، بس طبعا هم اكيد عارفين ان هم من اقل الاجيال اللي عدت على النادي في تاريخه، ومن اقل خطوط الدفاع اللي عدت على النادي ده في تاريخه. فاكرين خط الدفاع اللي كان مكون من صبري رحيل باك ليفت، باسم علي باك رايت، لؤي وائل وشريف حازم 2 سرد باكات؟ فاكرين نص الملعب ده؟ خيالي عمره ما صور لي اني هشوف خط دفاع اسوأ منه. عمري ما كنت اتخيل اني هشوف خط دفاع اسوأ من ده. بص بقى، خط الدفاع ده مثلا انتهى من امتى؟ يعني خط الدفاع ده مثلا مبطلين بقالهم، مشوا من الاهلي ومبطلين من مثلا 2016 ولا 2017 مثلا، فاهم؟ ممكن قبل كده، انت تتكلم في حوالي 10 سنين. فخلاص الابجريد بقى اللي انت عملته بعدها، لو تفتكر بعد خط الدفاع ده، حجازي ورامي ربيعه، او حجازي وسعد سمير، فاكر يعني كان في طفره ساعتها حصلت، طفره. فخلاص بقى انا حطيت في دماغي ان انا مش هشوف في حياتي خط دفاع في الاهلي اسوأ من الجيل ده. لا انا شفت، لا انا شفت اهو انا شفت الاربعه دول، شفت الاربعه دول بهاني. يعني خط الدفاع ده بهاني. بص شوف هتلاعب مين جنب الجزار وهادي. هتلاعب هاني بقى، هتلاعب الناحيه التانية كوكا، هتلاعب كريم الدبيس، هتلاعب الجن الازرق، اي حد. انا في حياتي ما شفتش خط دفاع للاهلي اسوأ من ده. اتحسنوا الشوط الثاني، يعني من الدقيقه 60 كده اتحسنوا. هادي رياض كان واقف على رجله في كرة 1-على-1 ما تلمش، والجزار طلع اخد العالي كله، بعيدا عن العالي كله بيرجعه لورا، معرفش ليه. يعني في 3 كور ورا بعض طلع لعب الكرة على العالية رجعها لورا، فتمام. ومش قصده، يعني هو مش بيبقى قصده مثلا اللي هو بقى يريحها لهادي رياض مثلا او يرجعها بدماغه لشوبير، هو مش قصده، هي بتقلش منه. بس تمام، يعني هم فاقوا من الدقيقه 60 فاقوا. بس بجد يا جماعه الشوط الاول، لو انت بتلاعب فرقه منظمه عن زد، او بتلاعب زد السنه اللي فاتت، زد السنه اللي فاتت كانت جامده قوي، لو بتلاعب زد السنه اللي فاتت او بتلاعب فرقه منظمه عن زد بخط الدفاع ده، انت الشوط الاول ممكن تخرج منه 3 4 عادي جدا، عادي جدا. ما انت الماتش اللي فات دخل فيك في اول 10 دقائق او في اول ربع ساعه جونين. فبجد انا ما اعرفش الحسين عموته هو ايه اللي هو ممكن يكون شايفه في الاربعه دول، او ممكن ايه اللي هو شايفه بالتحديد يعني سيبك، هاني للاسف ملوش بديل، والباك ليفت انت خلاص ما بقاش بقى عندك امر واقع، كوكا او الدبيس. بس ايه الفكره في الجزار وهادي رياض للماتش الثالث على التوالي؟ ما احنا بقى ما كناش نعرف ايه اللي بيحصل في فتره الاعداد، كل الماتشات غير مذاعه الحمد لله، يعني كل الماتشات غير مذاعه. طب ايه اللي كان بيحصل؟ ايه اللي كان بيحصل؟ يعني ايه اللي انت شفته خلاك عندك التصميم ده على الثنائيه دي؟ ايه إيه اللي انت شايفه فيهم؟ ايه اللي انت شايفه مميز في الاثنين؟ طب حتى واحد منهم جنب ياسر، يعني حتى واحد منهم جنب ياسر. طب ايه سر التهميش اللي موجود لياسر ده؟ يعني ياسر مش مدافع قليل، يعني ياسر من اللي عمله مع النادي الاهلي مش مدافع قليل، وخلاص انت قفلت له قصه الاحتراف دي. تالت ماتش بتقعده على الدكه ليه؟ هل ياسر ابراهيم مش جاهز ان هو ياخد 60 دقيقه؟ ما تقنعنيش. لكن انا في حياتي ما شفتش خط دفاع للنادي الاهلي اسوأ من ده. انا ما شفتش ولا هشوف، يعني ولا اشوف. كنت بقول كده على الجيل اللي هو من 10 سنين ده، ان انا مش هشوف بقى خط دفاع اسوأ من ده.
بس اديني شفت. بس بجد لا، دول انا مش هشوف في حياتي خط دفاع اسوأ من ده. عايز اتكلم على الصفقات الجديده او اللعيبه اللي رجعت، زي عمر الساعي وزي احمد رضا وزي دول اللعيبه اللي هم كانوا موجودين قبل كده. وعايز اتكلم على منصف بكرار وعلى بن جديده تحديدا، لان بن جديده جامد قوي. هو اناني شويه، بس بجد يا جماعه هو جامد قوي 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 قوي. هو ده الحاجه الوحيده الحسنه مع مروان عطيه اللي انا ممكن اطلع بيها من الماتش ده، ان انت عندك مهاجم هجام ورجله الشمال ما شاء الله زي رجله اليمين وطماع، وانا بحب المهاجم الطماع، انا بعشق المهاجم الطماع. ف بجد يعني بن جديده مهاجم جاي قوي 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 قوي. وبرده مش عارف ليه الاصرار على ان انا ابدا بمنصف بقرار. هتقول لي عشان شفت الناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده وزن بن جديده. لا يا جماعه، هو وزنه مش زايد، هو ده تكوين جسمه. هو الراجل في المغرب كان كده، الراجل واخد هداف الدوري المغربي بالفورمه دي، بالفورمه اللي انت شايف ان هي فورمه ناصر البرنس. لا، هي دي مش فورمه ناصر البرنس. هو راجل تكوين جسمه كده عامل زي مبويمو بتاع مانشستر يونايتد. ما برضو اول ما الراجل راح اليونايتد الناس قالت لك ايه ده العجل. الراجل من اسرع 3 لعيبه في الدوري. هو تكوين جسمه كده. فهو بن جديده مش تخين خالص، هو ده تكوين جسمه. هو مربع. الراجل باين ان هو احسن من منصف بكرار بكتير قوي. ليه برضو مصمم ان انا ابدا بمنصف بكرار لتاني ماتش؟ ليه؟ الحسين عموته اختياراته اللي بيبدا بيها الماتش حاجه، والتبديلات اللي هو بيعملها حاجه تانية خالص. هو بيبدا الماتش بأزنة تشكيله موجوده، انا هنقي أزنة 11 انزلوا العبوا، وبعد كده بقى بيقعد يعدل فيهم واحده واحده. طب ليه طب ما ابدا ما ابدا بياسر ابراهيم، ما ابدا بكريم الدبيس بدل كوكا. انا كوكا برضو اما سمعنا قبل كده ان هو اشتكى ان هو ما بيحبش يلعب باك ليفت. طب يا اسطى، ما انت لعبت باك ليفت النهارده ولعبت نص ملعب الماتش اللي فات في ماتش الشرقيه انبي ده. انت لا اديت في ده ولا اديت في ده. طب انت عايز تلعب ايه؟ يعني انت عايز ايه؟ عايز تروح قاسم باشا؟ خلاص مفيش، سحبوا العرض. هتعمل ايه؟ مش عايز تلعب باك ليفت؟ عايز تلعب ايه؟ علامة استفهام غير طبيعية. انا يعني المفروض الاهلي كسبان بقى 2-0 ابقى لا، مش هعمل كده خالص. لان هو مكسب خادع. انت لسه ما قابلتش فرقة بتلعب كورة والجدول خدمك قوي. بعيدا عن ان الزمالك اوحش منك، تمام؟ واللي اتفرج على ماتش البنك امبارح عارف الكلام ده، ولا اول امبارح. الزمالك وحش قوي برضو، الزمالك كسب مكسب خادع. فبس اول ماتش تقيل، ماتش قمه ليه حساباته وليه تقديره، وهو ماتش الزمالك. فانت الجدول خدمك ان الماتش ده لسه بدري عليه، ان الماتش ده لسه في شهر 9. والجدول خدمك اكتر بكتير ان ماتش بيراميدز في شهر 11. يعني بص، كمان قد ايه؟ كمان شهرين المفروض بقى الفرقه دي تبقى بقت فرقه كوره. فانت الجدول خدمك. عندك الماتش الجاي سموحه، بدات بالشرقيه انبي، لعبت النهارده زد، الماتش الجاي سموحه، مش عارف بعده تقريبا الاتحاد السكندري. يعني الجدول خدمك قوي. فعايزين نشوف حاجه، ما هو ربنا مش هيسترها معاك كل ماتش. فمنصف بكرار مش مقنع خالص بالنسبه لي. بن جديده مقنع قوي 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 بالنسبه لي. اتمنى ان الراجل ده ياخد. طيب طاهر محمد طاهر جبت جون، بس ايه بقى؟ في حاجه لا يعلمها الا الله. الا وهي ان اي مدرب جديد بيجي لازم يبدا بطاهر محمد طاهر. عنده بره مايكل اوليسي، عنده لامين يامال، عنده فينيسيوس، عنده رودريجو، عنده حسين الشحات، عنده الجن الازرق. انا هلعب بطاهر، انا هبدا بطاهر. انا اول 3 4 5 ماتشات ليا هلعب بطاهر. كلهم هل كلهم ملط، ولا احنا اللي بهايم، ولا احنا اللي ما بنشوفش، ولا هم خلاص في عقد بند بيتمضي في العقد بتاع المدرب انك انت لازم لما تيجي تبدا بطاهر؟ ما هو في حاجه غريبه. يعني ايه حتى المدرب المؤقت؟ يعني حتى المدرب المؤقت لما مثلا عماد النحاس مسك مؤقت لعب بطاهر.
لما مش عارف مين مسك مؤقت لعب بطاهر، كولر لعب بطاهر، موسيماني لعب بطاهر، فايلر لعب بطاهر. ايه يا جدعان، احنا اللي عمي ولا هو الاداره اللي بتغصبك كمدرب حاطه لك بند؟ ولا مش فاهم. طاهر جاب جون ولا يفرق لي، يعني بجد الجون ولا يفرق لي، عادي عادي يعني. هو ده المفروض اصلا، ما هو ده اللي اصلا انت جناح في النادي الاهلي، ما هو ده اصلا اللي المفروض يتعمل، يعني ده اساسا اللي المفروض يتعمل ان انت تجيب جون. فهي مش حاجه عظيمه يعني، ده العادي، ده العادي، ده المفروض، ده العادي، المفروض اللاعب يفهم ان ده العادي، ان انا بلعب في النادي الاهلي فعادي انا جناح في النادي الاهلي فعادي ان انا المفروض كل ماتش اجيب جون، المفروض كل ماتش اطلع بمساهمتين عادي. شايف النادي الاهلي بقى لي 7 سنين. تبديات الحسين عموته حلوه، بس بدايته للماتش بتبقى سيئه. يعني هو بدايته للماتش بتبقى سيئه برضو. في حاجه يعني تحسب للراجل، ولو ان هي بتبقى متاخره شويه، ان هو بيقرا الفرقه اللي قدامه. يعني هو قرا ان زد بقى لعبه ضغط على محمد هاني، زنقه ما يعلم بيها الا ربنا، هرياه، فواحده واحده عرف يقفل الثغره دي. ولكن هو قفلها متاخر، فانت لو بتلاعب برضو فرقه جامده عادي جدا كانت هتسجل فيك من ورا محمد هاني بكل سهوله. ف وانت اصلا الشوط الاول كنت ممكن تطلع، يعني كنت ممكن تطلع 1-1 لو الكره اللي جت في العارضه دي والجون فاضي كان والماتش اتصعب عليك. فهو الظروف بتخدمك بس مش تفضل تخدمك على طول. تمام، الظروف بتخدم الاهلي والظروف تخدم الحسين عموته، ولكن هي مش تفضل تخدمه على طول. خدمته في الماتش اللي فات وخدمته في الماتش ده. الماتش ده كان ممكن الكره اللي في العارضه دي تدخل جون، تتصعب عليك الماتش، ما تعرفش ترجع عادي جدا، تضغط تنجذب للهجوم، تتضرب بمرتدتين جون. خصوصا بقى انت مرتدتين بقى وجزار وهادي رياض مع نفسهم. فانت ستر ربنا، يعني ربنا استرها عليك عادي جدا، ولكن مش كل مره ربنا هيسترها يا عم حسين. وبعد اذنك ابدا بتشكيله حلوه، بس تشكيله حلوه. يعني تشكيله حلوه اللي هي ايه؟ اللي هي احط احسن لعيب عندي في كل مركز بس. ها ها بس احط احسن لعيب عندي في كل مركز. الموضوع بسيط، الموضوع بسيط جدا، الموضوع تافه جدا، بس احط احسن لعيب عندي في كل مركز. عمر الساعي اضافه جامده قوي. يعني هو بعيدا عن ان بن جديده هيسبله على في كورتين كان ممكن عمر الساعي لو ما شاطش لعبهم لبن جديده اجوان. ولكن عمر الساعي انت ما عندكش الخامه دي بقى. اللعيب اللي هو اللعيب الرانر اللي الكره لا، يعني عندك لعيب رانر عادي. عندك زيزو ده هو عداء اصلا، يعني زيزو ده اصلا هو عداء. لكن الكوره وهي في رجل عمر الساعي حلوه. الواحد على واحد عمر الساعي جامد قوي فيها. عمر الساعي عمل موسم السنه اللي فاتت اعاره مع المصري، موسم يخض، يعني كان مش طبيعي. فهو لعيب جامد قوي، فيا رب تعرف تطلع منه حاجه او تستفيد منه بحاجه. اسكواد الاهلي مش وحش، يعني اسكواد الاهلي مش وحش. اسكواد الاهلي ياخد الدوري وياخد الكونفدراليه عادي جدا. في نواقص، في نواقص زي ايه؟ زي الباك ليفت. يعني انت عندك نواقص، عندك نواقص زي ايه؟ زي مركز الباك ليفت. عندك نواقص، عندك نواقص زي ايه؟ زي اللي انت ما عندكش مدافع واحد تقدر تبني عليه. يعني انا افتكر لما حجازي جه الاهلي كان معاه محمد نجيب، وكان معاه سعد سمير، وكان معاه مدافع تالت بس مش قادر اتذكر مين. التلاتة لما لعبوا جنب حجازي، وخد بالك قبلها كانت ثنائيه سعد ونجيب اثبتت فشلها الذريع. لكن لما الاثنين لعبوا جنب حجازي، حجازي عمل لهم ابجريد فشيخ في مستواهم. فانت محتاج المدافع ده، محتاج المدافع اللي يجي يخلي لك خلاص خط الدفاع ده بتاعه، اللي هو يا عم حسين مالكش دعوه بالخط الدفاع، درب النص، قول خطبتك اللي قبل الماتش للعيبه كلها، سيب لي بس الثلاثه دول اللي هم اللي بيلعبوا جنبه، دول بتوعي. عارف المدافع ده اللي هو فان دايك في الليفر اول ما راح خلى ماتب بني ادم، مش خلاه لعيب، خلاه بني ادم اصلا. يعني ماتب ده ما كانش بني ادم، هو خلاه بني ادم.
فانا بحب قوي شخصيه المدافعين دي. طب هل في مدافع في مصر بالكاركتر ده؟ لا. محتاج لعيب اجنبي؟ محتاج لعيب اجنبي. هجيبه منين؟ معرفش، انا مش لجنه الكوره، بس انت محتاج مدافع سوبر. انت محتاج مدافع سوبر. ما ينفعش تعتمد على اشرف داري، وما ينفعش تعتمد على ياسر ابراهيم. انا بطالب ان ياسر ابراهيم يلعب عشان هو احسن الموجودين. يعني ياسر ابراهيم احسن، لو فرست الاربعه ياسر ابراهيم او الخمسه، ياسر ابراهيم احسنهم. احسن من ياسين، واحسن من اشرف داري، عشان اشرف داري اصاباته كتير فشخ، مش هيديك موسم كامل. احسن من الجزار، احسن من هادي، هو احسن منهم كلهم، بس مش كافي. فانت محتاج مدافع يعمل لك ابجريد. طيب هل دي نقطه تخليك ما تكسبش الدوري او الكاس او الكونفدراليه؟ لا، تكسب عادي جدا، لان السكواد قوي، عمق السكواد جامد. فانت عادي تكسب يعني مش هينفع تخسر البطوله عشان ما عندكش مدافع سوبر، وانت عندك خمسه. انت القايمه بتاعتك فيها 5 مدافعين، فما ينفعش. ما تقنعنيش ان مش هعرف اطلع منهم 2 يشيلوا النادي، ما تقنعنيش بده. فاتمنى ان ماتش يوم الثلاث، ماتش سموحه، الواحد يتفرج على كوره، يشوف الاهلي بيلعب كوره، اطلع اقول الاهلي كسب وهو لاعب كوره. الاهلي مقنع، في ترابط في الخطوط. الباك ليفت بقى، سواء كان كريم الدبيس او كان كوكا، بيعمل اللي عليه، بيساعد بن شرقي هجوميا، سادد مركزه دفاعيا. اشوف محمد هاني يعني يعتبر نفسه ان هو بيلاعب اي حد، يعتبر نفسه ان هو بيلاعب سوانزي سيتي مثلا، مش سموحه. اشوف 2 سرد باكات غير الجزار وهادي. اشوف ياسر ابراهيم بيلعب جنب واحد منهم، يمكن مروان عطيه لوحده. هو يعني انت نص ملعب، انت مش محتاج فيه اكتر من مروان عطيه. انت ممكن تلعب 4-1 بسبب مروان عطيه قدام اي حد، قدام بيراميدز، قدام الزمالك، قدام الجن الازرق ممكن تلعب مروان عطيه لوحده، وتلعب قدامه بتمانيتين عادي جدا، او ب8 او ب2-10. يعني ممكن تلعب عادي جدا في ماتشات لما يرجع من الاصابه، تلعب بيه هو وزيزو عادي قدام، وراه مروان عطيه. هتبقى بهرجه وافوره، بس انا بتكلم ان في وقت من الاوقات هتحتاجها. يعني مروان عطيه يقدر يسد لك ده. فانا نفسي اشوف بس كوره، نفسي اشوف الاهلي، يعني الفلوس اللي اتصرفت، المليارات اللي اتصرفت دي، اشوفها بقى. ابقى مثلا داخل الاعب الجن الازرق مطمن. انا النهارده بنلاعب زد، انا عارف قاعد، لا انا عادي اخسر. ماتش السموحه اللي جاي ابقى نازل عادي عايز اخسر. حسين العموته لحد دلوقتي ما اقنعنيش نهائي، فانا نفسي بس اتفرج على اي حاجه، اشوف اي حاجه بس. يعني اعتقد هيبقى في كلام كتير ان شاء الله على الاهلي الفتره اللي جايه. وكان معاكم احمد خالد، سلام.